ده سؤال كويس جدًا نقدر نستغله علشان نشرح للناس يوم عملية زراعة الشعر بيبدأ إزاي. أول حاجة بتحصل إن إحنا بنيجي يوم العملية الصبح بنتقابل، بندخل علشان نرسم خط الشعر ونخطط الخطة اللي إحنا هنعملها يوم العملية، بنحدد المنطقة المانحة بتاعتنا بعد كده بنتفق على الخطة كلها ومحتاجين كام جراف. ثم بعد كده بيبدأ يستلمنا فريق التمريض، فريق التمريض معانا بيبدأ يخش على في الغرفة مع العميل بتاعنا، يبدأ يحلق المنطقة المانحة، يبدأ ينضف الدنيا خالص، نغير هدومنا ونلبس الجوانب. بعد كده تبدأ مرحلة التخدير، مرحلة التخدير دي بتاخد متوسط 5 دقايق ل10 دقايق بالكتير خالص عشان نعملها بدون ألم. بعد كده بنبدأ مرحلة الاختطاف، مرحلة الاختطاف دي بتاخد متوسط ساعتين، تزيد شوية أو تقل شوية، لكن احنا بنقول مثلا ساعتين بالكتير، يعني إن شاء الله ما تزيدش عن ساعتين. احنا كده دخلنا في حوالي ساعتين ونص من ساعة ما دخلنا العيادة. بعد كده بنبدأ ريست بسيط، ثم نعمل حاجة اسمها فتح القنوات. بعد طبعا ما بنخدر المنطقة اللي هنزرع فيها بنمنع فتح القنوات عن طريق السفير أو السليتس حسب الحالة بتاعتنا محتاجة ايه. بعد كده بنبدأ خطوة الزراعة الأخيرة. طبعا خطوة الاختطاف وخطوة فتح القنوات بيقوم بهم الدكتور، عشان خاطر نبقى ضامنين جودة الشغل وإن احنا نحافظ على المنطقة المانحة وإن الاتجاهات تكون طبيعية وإن الكثافة تكون كويسة. بعد كده بيستلم بقى فريق التمريض المعاون خطوة غرس البصيلات، ودول بيكونوا على مهارة عالية جدا جدا في هذه الخطوة علشان يحافظوا على البصيلات ويعملوها بكفاءة عالية وتكون الأمور كويسة جدا. خطوة الزراعة بتبقى مختلفة حسب عدد البصيلات، لكن بدون متوسط من ساعة ونص لساعتين ونص حسب العدد. يبقى احنا العملية كلها بتاخد متوسط يعني بالكتير 6 ساعات. وبعد كده بتبقى فايق طول وقت العملية، تقدر تاخد ريست براحتك، تقدر تقوم تدخل الحمام، تبقى ماسك الموبايل بتاعك وقاعد تلعب على النت، فبتبقى الأمور ظريفة جدا إن شاء الله. إن شاء الله زاركم لينا دايما نكون عند حسن الظن فيه.